السلام عليكم. أنا محمد دومير، وهذا تحقيق موثق للحدود الجزائرية المغربية عبر التاريخ منذ القرن الأول ليومنا هذا. ندير مقدمة صغيرة نقول فيها بأن الخلاف بين الجزائر والمغرب إنما هو من طرح علال الفاسي زعيم حزب الاستقلال المغربي اللي ناضي يخطب في الأمة في خمسينيات القرن الماضي بأن المغرب لازم يمتد إلى نهر السنغال جنوبا وتلمسان وبشار وأدرار شرقا. وكل اللي داروا هذا الطرح هو أن كل الدول العربية حدودها اليوم معترف بها دوليا، إلا المغرب خلاها حاصلة في المفاوضات على الحدود وخاضعة للتطبيع والتنازلات. بينما احنا في الجانب الجزائري ما سمعناش حتى أطروحة جزائرية رسمية ولا شعبية تنادي بالأراضي الجزائرية تاريخيا اللي يمتد عليها المغرب حاليا. وإليكم الموضوع. نحن الآن في القرن الأول ميلادي. الجزائر اسمها موريتانيا القيصرية والمغرب اسمها موريتانيا الطنجية. ويقول أشهر مؤرخي تلك الحقبة الجغرافي بطليموس أن الفاصل بينهما هو نهر ملوية، وهي عبارته موثقة باللغة اللاتينية في أقدم الكتب. نهر ملوية يقسم موريتانيا إلى قسمين. ونقرأ مع بعض عن تلك الحقبة في كتاب معلمة المغرب اللي نشرته الجمعية المغربية للتأليف أن المملكتين يفصل بينهما نهر ملوي. وبعد الفتح الإسلامي عرفت المنطقة كلها بالمغرب الإسلامي وتوحدت تحت راية الدولة الأموية تقريبا لمدة قرن، وما لبث حتى ظهرت فيه مجموعات تقاسمت السلطة وادعت الملك. وكان أول من شق الصف رجل يدعى طريف المطغري اللي أسس مملكة صغيرة من الخوارج في أقصى الشرق سنة 744 ميلادي اسمها مملكة بورغواطة، وهذه عاصمته اللي قريبة من الرباط حاليا. ثانيهم عبد الرحمن بن رستم اللي أسس الدولة الرستومية سنة 776 وعاصمتها تيارت. وثالثهم إبراهيم بن الأغلب اللي أسس دولة الأغالبة سنة 800 وعاصمتها القيروان. وبالنسبة لموضوع الحدود، مملكة بورغواطة هذه كانت صغيرة ومحصورة كما قلنا في أقصى الشرق، وما كانش بينها وبين المملكة الرستومية حتى نزاع حدود مذكور في التاريخ، يعني لحد الآن ما شفناش العيب من حتى جار. وزادت الممالك في التقسم حتى أصبحت كل قرية عبارة عن مملكة، ومرات تظهر بعض الممالك القوية والكبيرة مثل الدولة الزيرية والموحدية والحمادية ودولة بنو زيان والمرابطين وغيرهم. ثم بعد هذا الانقسام وفي القرن الثالث عشر نشأت ثلاث دول: الحفصية في تونس وشرق الجزائر، والدولة الزيانية بغرب الجزائر، والدولة المارينية بالمغرب الأقصى. وهنا بما أنه ظهرت الدول ثابتة نرجع نشوف حدودها الجغرافية، ويهمنا في هذا البحث الحد بين الدولة الزيانية والدولة المارينية. في كتاب موسوعة المغرب العربي في الجزء الثالث وفي الصفحة 130 نقرأ: إن دفاع هذه القبائل عن المغرب الأوسط هو في الواقع دفاع عن مصالحها من الضياع، وهذا يفسر حروبهم ضد المارينيين لاسترداد تلمسان حتى اضطروهم للانسحاب وهم عراة حتى حدود الدولة المارينية، يعني حدودها غرب تلمسان، وهذا يناسب الفاصل التاريخي نهر ملوية. خاصة وأنه يقول في نفس الكتاب وفي حديثه عن نفس الدولة المارينية أن المغرب الأوسط يمتد إلى واد ملوية ومدينة وجدة غربا. ويذكر الوزان وهو جغرافي مغربي موثوق جدا في العالم كله يوصف الحدود الغربية لتلمسان في عصر الدولة الزيانية فيقول: ميناء هنين وندرومة ووجدة وقصر إسلي اللي حاليا اسمها قصر العاجة وصحراء انكاد كلها تابعة لتلمسان. والجغرافي والمؤرخ بروغر يقول: هذا العازل الطبيعي، ويقصد نهر ملوية، مكن في عهد الممالك المحلية من التمييز بين مملكتي فاس وتلمسان بنفس الحدود وبالضبط على ما كانت عليه بين الموريتانيتين الطنجية والقيصرية. ويقول أيضا: لا يوجد جغرافي معتبر لا يعرف حقيقة أن نهر ملوية هو الفاصل بين المغرب والجزائر، فتكون بذلك حقبة أخرى من الزمن طويت ونهر ملوية لازال الحد الشرقي لكل الممالك التي ظهرت بالمغرب الأقصى. ثم نجد العثمانيين حلوا بالجزائر ورسخوا وحدتها لغاية مملكة تلمسان، والسعديين يسعون لحكم المغرب من خلال ثوراتهم ضد الوطاسيين وذلك في القرن السادس عشر. وكان أول هجوم للسعديين على تلمسان سنة 1550 حيث تجاوزوا نهر ملوية واحتلوا قرسيف ووجدة اللي كانوا يتبعوا الجزائر، ودخلوا تلمسان في 9 جوان 1550 وأخذوا سلطانها الحسن الزياني أسير. وبعد 3 شهور من احتلالهم تلمسان وصلهم الجيش الجزائري بقيادة حسن قرصو، وانهزم السعديون وتراجعوا إلى ما وراء نهر ملوية. وفي فبراير 1551 تقدم السعديون مرة أخرى لاحتلال تلمسان بقيادة ملكهم محمد الشيخ، وكان جيشهم 17,000. ونقول لكم الحقيقة المرة، هذا الهجوم كان فيه فيلق إسباني لدعم التقدم المغربي وكان بقيادة كونت ديال كواد، إلا أن الجزائريين زحفوا إليهم وقتلوا 3/4 الجيش، يعني أكثر من 12,000 جندي. وقتل ابن السلطان السعدي واسمه عبد القادر، وهذه المعركة معروفة جدا في التاريخ وتعرف بمعركة بوعزون، وتم بعدها استرجاع شرق نهر ملوي. وهذا محقق في كتاب حرب المغرب في القرن السادس عشر بعد ما يقص علينا تفاصيل المعركة يقول: ورجع المغاربة لموقعهم الدفاعي غرب نهر ملوية الذي هو الحد العرفي بينهم وبين إيالة الجزائر. وفي سنة 1553 كتب صالح رايس حاكم الجزائر إلى سلطان فاس يلزمه بضرورة الالتزام بنهر ملوية كحد شرقي لبلاده، ولكن الشريف السعدي هجم على تلمسان في نفس السنة فشن عليه صالح رايس هجوما
احتل به العاصمة فاس، وكان هذا الهجوم هو أقوى هجوم جزائري على مملكة فاس، لأنه كان بريا وبحريا. بريا ب6000 جندي مسلح بالبنادق و4000 خيال، وبحريا ب22 سفينة رصت بالقرب من مليلية. فواجهه السلطان بجيش فيه 25000 فارس، والتقى الجيشان في تازة، وحدث اللقاء يوم 7 ديسمبر 1553، وتفوق فيه الجزائريون، وانسحب السعديون مع الملك تاحم نحو فاس. لكن الحاكم الجزائري صالح رايس واصل مسيره من تازة نحو فاس، ووصلته المدافع البحرية من سفن الإمداد، فتقدم بها حتى يوم 3 جانفي 1554 بعد معركة بنهر سبو انهزم فيها السعديون، فانفضت القبائل من حول سلطان المغرب وفر ليلا إلى مراكش. ودخل صالح رايس إلى قصر السلطان المغربي وجلس على عرشه، واستقبل التهاني من أهل فاس وقبائلها، ثم عين عليها أبو حسون الوطاسي ملكا، ليكون بذلك قد انتزع الحكم من السعديين ورده إلى الوطاسيين. وابو حسون الوطاسي هذا عنده قصه مع الجزائريين اختصرها كالتالي: هو كان سلطان للمغرب وكانت اموره طيبه مع الجزائريين، الا انه السعديين انقلبوا عليه وانتزعوا منه الحكم، وهرب ونجا من الاسر، وظل يبحث عن سبيل لاستعاده الملك، وسافر لاوروبا والتقى بملوكها، من بينهم شارل كان اللي رمى التاج تاعو في شواطئ الجزائر، راح يطلب منهم الدعم باه يرجعوه لحكمه في المغرب. فقرر البرتغاليون مساعدته بارسال الاموال والقوافل و500 جندي، ولسوء حظهم كان صالح رايس حاكم الجزائر والبحار الشهير يجوب مضيق جبل طارق في يوم ارسال الدعم البرتغالي لملك المغرب المخلوع، فأوقفهم حاكم الجزائر وقتل قائدهم، وساق الجنود البرتغاليين هذوما إلى الجزائر كأسرى. فلم يبقى لأبو حسون إلا السفر للجزائر العاصمة، وتوسل كثيرا لصالح رايس ليفتدي الأسرى البرتغاليين، فباعهم له، ووعدوا أنه يرجع معه الفاس ويعينوا ملكا عليها من جديد. وبالرغم من قدرة الجزائريين في هذاك الوقت على احتلال فاس وتعيين ولي جزائري، إلا أنه جابوا معاه ونصبوا في قصره في هذه المعركة اللي حكينا عليها، وخلى البلاد لأهلها ورجع لشرق نهر ملوية. وفي جوان 1557 حصل اضطراب في الجزائر وفوضى في هرم السلطة، فسارع السلطان السعدي محمد الشيخ لشن هجمة عسكرية على تلمسان، فتحرك له حسن باشا بن خير الدين بربروس، وفر السلطان ورجع إلى فاس قبل وصول جيش الجزائر. وبعدها بسنة آل حكم مملكة فاس إلى السلطان عبد الله الغالب، فقرر أن لا يغزو تلمسان بل أن يحدث فيها الفوضى بالفتنة والتحريض الداخلي. فتنقل حسن باشا إلى تلمسان وجلس إلى حكيمها واستمع إلى أهلها، وأرجع فيها الهدوء وقضى على الفوضى. وفي عام 1650 انقلب العلويون على السعديين واحتلوا عاصمتهم فاس وعلى جنوب المغرب، ثم بدأوا من أول سنة حكم بتجاوز نهر ملوية، وكانوا لا يطلبون البيعة مثل سابقيهم، بل كانوا يغيرون وينهبون ويشردون، كما وثقه وزيرهم أبو القاسم الزياني، وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في هذا الفيديو. ويقول بروغر حرفيا: وبنفس الأسباب ودائما من أجل جعل المغاربة يحترمون نهر ملوية كحد، حمل الجزائريون السلاح، ورأينا الهزائم الدامية والخزي الكبير الذي تعرض له الأشراف المغاربة نتيجة أطماعهم التوسعية. وهذا يوضح جدا كيف أن الجزائريين عمرهم ما كانوا سبب في شق الصف الجزائري المغربي، بل عبر التاريخ كانت أطماع ملوك المغرب التوسعية هي السبب. وظل الحكام العلويون الواحد تلو الآخر يعتدون على وجدة وتلمسان وتردهم الجيوش الجزائرية، ومنها ما كتبه الحاكم الجزائري في هذه الرسالة، ومنها ما تسبب في احتلال عاصمتهم من جديد واستسلامهم مثل ما وثقنا في هذا الفيديو السابق. ولما جاء الاحتلال الفرنسي للجزائر سارع المغاربة إلى التقدم على حساب الأراضي الجزائرية حتى وصلوا تلمسان، إلا أن فرنسا هددتهم بأنه على السلطان المغربي الالتزام بحدوده السابقة، ثم فوضها على مدن مثل وجدة وقرسيف في اتفاقية تسمى تاريخيا باتفاقية لالا مغنية، تنازلت فيها فرنسا على الأراضي الجزائرية لصالح ملك المغرب مقابل أنه يرفع يده على دعم الأمير عبد القادر، فوافق ورسمت فرنسا معه الحدود. وقبل ما نختم ونزيدوا نطلبوا من ابن خلدون يعطينا رأيه في الحد المغربي الجزائري، نقرأ في مقدمته: وأما نهر ملوية آخر المغرب الأقصى فهو نهر عظيم. إذا ما هو آخر المغرب الأقصى؟ إنه نهر ملوية. ولا نقرأ مذكرات وشهادات السفير الفرنسي في المغرب لوي دو شينيي اللي قال عام 1790 يفصل نهر ملوية بين الجزائر والمغرب، وهذا قبل الاحتلال الفرنسي ب40 سنة فقط. وبهذا البحث نكون قد أثبتنا تورط سلاطين المغرب في الفكر التوسعي بعقلية الاحتلال، وبالتالي نقدر نفهم ببساطة موضوع الصحراء الغربية، ونكون شفنا أنه ما كانش تقريبا دولة قامت في المغرب الأقصى لم تتعدى على حدود جيرانها عبر التاريخ منذ الدولة المارينية والوطاسية والسعدية والعلوية، ونكون تأكدنا بأن الجزائريين ما اعتدوش ولا يوم على غرب نهر ملوية، إلا مرتين وصلوا فيها الفاس كردة فعل فقط للتأديب ثم الرجوع دون الاحتلال. ونكون اكتشفنا أن ملوك المغرب جابوا معهم جيش إسباني للتوسع في الجزائر. بالمناسبة هذه النقطة تشبه جدا التطبيع الحالي مع الكيان الصهيوني. ومرة جابوا جيش برتغالي لقتل بعضهم البعض، إلا أن الجزائريين أسروه هذا الجيش قبل ما يقوم بأي عملية. ومرة تنازلوا الفرنسا على مبادئهم مقابل منحهم بعض الأراضي الجزائرية في معاهدة لالا مغنية.
وانا نقول والله الارض هذه لولا ربي حاميها ولولا انها ارض الشجعان والابطال لتقاسمتها الاطماع الاوروبيه والمغربيه منذ سقوط الاندلس. نذكركم ان الجزائر اليوم اكبر بلد عربي وافريقي و10 اكبر بلد في العالم من حيث المساحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.